بعيدا عن السياسة وبعيدا عن التحليلات المختلفة اللي حاولنا نقوم بالدور ده من امبارح للنهارده مع حضراتكم، لكن يهمنا المواطن التونسي بالاساس، ايه اللي بيشعر بيه في اللحظه دي، ازاي قاري وازاي شايف مستقبل تونس، وممكن داخله على اي مرحله وعهد جديد ان شاء الله يكون افضل بكل المقاييس. حتى لو الواحد كان بعيد عن وطنه لكن بيفضل مشاعره واحاسيسه، اهله اللي موجودين هناك بيحاولوا ان هو يطمن عليهم بشكل مباشر. وحتى لو كان المواطن ده هو فنان، فالفنان هنا بيبقى عليه دور اكبر، بيحاول ان هو يعبر بصوته بفنه بمشاعره عن كل اللي بيحصل وعن رؤيته ليه. النهارده معانا الفنانه التونسيه درة. مساء الخير يا درة. مساء النور. عايزه اقول لك يعني اكيد في كل اللي بيحصل ده، انا كنت بسالك بقالك كام سنه هنا في مصر، قلتي لي 4 5 سنين، لكن الاهل كلهم في تونس. اعتقد مع كل الاحداث اللي حصلت بسرعه امبارح والنهارده اكيد حاولتي تطمني عليهم وتعرفي ايه اللي بيحصل. معلش انا نحب نتكلم تونسي اليوم. اتفضلي. يعني كيما توانسه الكل، انا يعني نحاول باش نطمن على اهلي، نحاول باش نكلمهم، وعلى تونس الكل وعلى توانسه الكل. يعني اهلي مواطنين توانسه وانا مواطنه تونسيه، احنا الكل توا كيف كيف. يعني هو الشعب التونسي قال كلمته، والشعب التونسي الكل يد واحده والكل قال كلمه واحده، وحقق انجاز كبير برشا، انجاز عظيم. وانا فخوره اني تونسيه، والاحساس الفخر هذا يظهر لي مش عندي انا برك، عند التوانسه الكل، سواء من النخبه او المثقفين او الفنانين او من الشعب كله. كان فما فخر كبير واحنا نشوفه في التوانسه الكل، كبار وصغار وشباب تونس خاصه، ويعني كل الفئات والمحامين والاطباء والفنانين. انا نحب نحيي الفنانين التوانسه اللي موجودين في تونس، واللي من قبل معناها يقولوا في كلمتهم، ومن قبل هم صامدين ويناضلوا، وفيهم برشا خرجوا للشارع وعملوا مظاهرات سلميه، وفيهم اللي تضربوا، وهذا ما خلاهمش يعني يسكتوا، بالعكس خلى كلمتهم تعلى اكثر. لما كلمتيهم في التليفون حسيتي بالفخر اللي بتكلمي عنه ده؟ لانه احنا يمكن الناس من بره بتهتم قوي بالسياسه واللي بيحصل والجرايم والعنف، بس المشاعر اللي انت بتتكلمي عنها بالفخر، حسيتي من اهلك وانت بتكلميهم؟ طبعا حسيت. انا حتى امي قلت لها يعني تعالي على مصر عندي وكده، قالت لي لا مش هسيب البلد ولا اي حد من عيلتي. وانا طبعا يعني المفروض ان نكون في تونس، واكيد باش نرجع. يعني البارح المطار كان مقفول وكل الطيران مقفول. طبعا حسيت بالفخر هذا، طبعا حسيت بفرحه. حسيت فما برشا عبيد معناها برشا ناس في تونس قالوا اخيرا احنا البارح معناها باش نباتوا واحنا احرار. الاحساس هذا حتى توا فما فوضى وفما عنف وفما خوف، يعني ما نقولوش اللي هي فرحه برك، فما خوف، فما توتر، فما قلق، فما ولكن ايه اكتر حاجه مخوفاكي ومقلقاكي يا در؟ الأوضاع الحالية. يعني وضع التوتر وعدم الاستقرار والعنف، على الرغم من التغيير والنهب واللي كان الناس بتنادي بيه حصل بالفعل، لكن خايفة ان بكرة التغيير ده ما يتمش. ما فيش تغيير يجي وتاني يوم تبقى كله تمام. لازم في فترة، في فترة التغيير بيحصل فيها ممكن يحصل تجاوزات، اضطرابات، ممكن يحصل يعني عنف، ممكن ناس تستغل الموقف. يعني فما برشا حاجات، ولكن اللي يطمن اللي الشعب التونسي نفسه والمواطنين في تونس عندهم وعي كبير ودرجه من الوعي كبيره، واللي وصلهم اللي عملوه، الانجاز اللي هم عملوه، التغيير اللي عملوه باش يخليهم يكملوا. وفي حمله يوم الحد بيتهيألي طلع الاعلان عنها انه من بكره تبدا حمله تطهير وتنظيف تونس، انه الناس تبدا تنزل الشارع وتشيل اثار كل اللي حصل. طبعا الناس تحب تشيل اثار كل اللي حصل، الناس بتحمي نفسها بنفسها. الجيش طبعا معاهم، ولكن هم بيحموا نفسهم، بيحموا بيوتهم، بيحموا اهاليهم، بيحموا الحي، كل حي، كل بلد في تونس، كل جهه من جهات تونس، كلهم يعني في تكاتف وفي تعاون. يعني بنتكلم على اكتر حاجه كانت بتميز وبتخلي حلم لاي حد نفسه يروح يشوف جمال تونس. جمال تونس موجود وهيكمل بالعكس. يعني احنا
احنا نحبوا تونس تولي احلى وتولي متطوره اكثر وتولي فما نظام جديد لازم باش يصير، ولازم باش يصير انتخابات ديمقراطيه، ولازم باش يجي نظام جديد ونكملوا المسيره. وبالعكس احنا قاعدين يعني حاسين توا اللي احنا نفتحوا صفحه جديده، والصفحه الجديده هذه الكلنا باش نكونوا عندنا مكان فيها، والكلنا نسعاو باش تكون مستقبل تونس افضل. يعني لا، ما عادش فما تراجع توا، ما عادش فما تنازلات، ما عادش فما يعني اللي جاي اكيد ان شاء الله يكون افضل. ايه المطلوب يعني انا بكلمك كفنانه، انت مواطنه صحيح بس فنانه، فلازم توظفي فنك، تحاولي انك الصور اللي كنا بنتكلم عنها بالفعل حمله ده اللي التطهير بنتكلم والتنظيف للشوارع. دي مبادره يعني طبعا هايله، يعني انه يكون في الناس خايفه على بلادها، يعني هي غضبت من اجل بلادها وعايزه تصون بلادها وتكمل. هو حمله التنظيف ابتدت من زمان، بس كان تنظيف على مستوى اكبر، كان تنظيف على مستوى ان احنا ننظف البلد من اللي استغلوا البلد، من اللي نهبوا البلد، من اللي ما كانوش وطنيين في البلد، من اللي استغلوا ثروات البلد. ده حصل دلوقتي التنظيف الحقيقي للدمار اللي حصل او للتكسير او كله يتبني. كل حاجة مادية تتبني من جديد. صحيح. الخسائر البشرية هي اللي ما ترجعش، ولكن الخسائر البشرية ما مشاتش هدرا، يعني الخسائر البشرية حققت هدف كبير، وكانت ثورة وما فماش ثورة من غير ناس تموت وناس ماتت، واحنا كلنا نترحموا على رواحهم، ويلزم نكملوا باش يكونوا يعني أحلامهم وطموحهم. ويمكن انت عبرتي عن ده، يعني انت كنتي من أوائل الفنانين التونسيين اللي عبرتي عن المعنى ده من خلال صفحتك على الفيسبوك. طبعا حاولت نعبر على كل اللي نفكر فيه وكل اللي نحسه على فيسبوك او اي مواقع يعني في انترنت واعلام. لا للفوضى، نعم لحقوق المواطنين التونسيين الشرعيه، لا للتدمير، نعم لشعب تونسي حر ومسؤول، لا للقمع، نعم لتونس. دي مش كلماتي، دي كلمات در على موقعها أو على صفحتها على الفيسبوك. طبعا لأنه الفنان ممكن يكون صوته يوصل، وفما ناس يعني ناس من تونس ومن خارج تونس ومن الوطن العربي يهتموا، وممكن كلمات تأثر فيهم. الكلام هذا أنا حسيت أنه مهم. الكلام ده كتبتيه إمتى بالظبط؟ يعني ايه اللحظه اللي مسكتي فتحتي الكمبيوتر وكتبتي الكلام ده؟ كتبته يوم 13 يناير. 13 يناير يوم 13 يناير، قبل ما رحيل الرئيس وقبل المظاهره الكبيره اللي صارت، وكنت حاسه معناها بالكلام هذا. كنت حاسه ان الامور ممكن توصل لهذا المستوى؟ لا، يعني هذا ابعد من اللي حسيته او توقعته. كنت حاسه طبعا الامور بتتصاعد، وكان فما تصعيد للامور بشكل كبير ياسر، وانا على خاطر يعني على تواصل مع اصدقائي واهلي وكل الناس في تونس، حتى الناس اللي احنا ما تكلمناش عنها برشا رجعنا نتكلم ورجعنا كلنا من خلال الفيسبوك. كان عنده دور ايضا، لانه كان في تعتيم من الاعلام التونسي على اللي قاعد صاير من الشهر اللي فات الكل. فكان من خلال الانترنت كانت مهمه جدا في توصيل والصور والمشاهد والكلام والاراء وكل الحاجات هذه كانت مهمه في توصيل كلكم يعني فكله الطبقات التونسيه المختلفه، الفنانين التونسيين، درة، هند صبري، كل هند كانت ليها أيضا رسالة على الفيس بوك بعنوان سيدي الرئيس باللهجة التونسية. احنا بنشوف بعض الصور الخاصة بيها على الهواء. بس عايز أسألك، واحنا بنتابع رسالة النجمة هند صبري، لأي درجة احنا دايما بنعتبر فنانين مؤثرين فينا جدا، لأي درجة تصورتي انه ردود فعلك على الفيسبوك وردود فعل هند على الفيسبوك هتأدي النتيجة، هتهدي الناس، هتخليكم تبصوا بقى على ما بعد هذا العهد، ما بعد هذه السنة؟ هو هذا المهم يعني الأهم
الآن بالنسبة لي وبالنسبة للهند أكيد وبالنسبة لكل الفنانين تونس، يمكن احنا على خاطر في مصر يعني معروفين، ولكن فما فنانين مهمين جدا في تونس قالوا آرائهم وعبروا، كان عندهم شجاعة كبيرة برشا وشجاعة تحيا يعني كيما كل الشعب التونسي. المهم نفكر في المستقبل، والمهم نفكروا باش نحميوا بلادنا، باش يعني احنا كنا نحاولوا باش نوصلوا رسالة ضد العنف، العنف بكل أشكاله. وكنا مع الثورة، وأنا شخصيا يعني سعيدة باللي صار وباللي حصل، ويعني نتمنى الآن أن احنا التهدئة لأجل أنا مضطرة أقطعك لأن في خبر عاجل أعتقد أن هو هيهمك من تلفزيون نسمة التونسي، وهو إعلان عن مقتل عماد الطرابلسي، هو الشقيق الأصغر للسيدة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق بن علي. ده ظهر من خلال قناة نسمة. هو كل العائلة يعني يعني في ناس اعتقلت في ملاحقة طبعا، لأنه ده مطلب من مطالب الشعب ومطلب أساسي. في ملاحقة، في ناس ستحاكم، والأهم أنه يكون في محاكمة عشان يعني يكون في محاكمة عادلة. في اعتقال. تتصوري أن ده هيبقى مطلب رئيسي للشعب التونسي؟ تتصوري أنه هيبقى هو مش هيبقى، هو اوريدي مطلب رئيسي للشعب التونسي عليه. قصدي انه انت عارفه عليه. مجرد انه العهد مشي او رموزه مشيت، بعض الناس ممكن تقول طب الحمد لله ان احنا وصلنا لكده. شايفه انه هيبقى في اصرار تونسي على محاسبه الرئيس والعائله كلها؟ هناك اصرار تونسي شديد وقوي على محاسبه العائله كلها، والاصرار ده مش هيروح ومش هيتنسي. يعني 23 سنه الناس تحملتها، الناس مش هتنسى بين يوم وليله. لا يعني صعيب ياسر. واظن ان الشعب التونسي انتهت مرحله التنازلات بالنسبه له، ولن يتنازل عن مطالبه. بمناسبه عائله الطرابلسيه اللي بنتكلم عنهم، كان في كلام بيتردد عن ان العيله بتحاول تاخد توقيعات من الفنانين التوانسه على بيان بيأيدوا فيه من خلاله ان الرئيس السابق وقت ما كان في الحكم يترشح للفتره الرئاسيه 5. الكلام ده حصل معاك يا درة؟ لا، ما حصلش معايا الحمد لله. يعني سمعتي عن القصه دي؟ لو كان حصل معايا كنت هبقى ندمانه، بس ما حصلش معايا. يعني كنت هترفضي ولا هتمضي وتبقي ندمانه؟ لا، ما اعرفش كنت هعمل ايه بصراحه، عشان ما اقولش دلوقتي استغل ان انا اقول كنت هرفض. وارد جدا جدا ان انا ارفض هذا، لأنه أنا شايفة أنه كان كفاية. يعني أنا حتى قبل ما يحصل كل ده كنت بقول خلاص ده آخر مرة، والمرة يعني 2014 يكون في انتخابات ويكون في رئيس جديد، ولكن اللي حصل كان أكثر من اللي توقعناه، وخلاص خلصت المرحلة دي. بالنسبة للتوقيعات الفنانين هو كان طبعا يعني الموضوع كان مختلف. أنا ما أعرفش مين وقع ومين ما وقعش، بس في وجود حقيقي للبيان ده، يعني في البعض وقع والبعض لا. أظن أنه موجود. طيب علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الأحداث وإحنا بنتكلم مع درة، عايزين نتأكد من الخبر اللي أذاعته شاشة نسمة، قناة نسمة التونسية، عن مقتل عماد الطرابلسي، وهو الشقيق الأصغر لليلى الطرابلسي السيدة الأولى السابقة في تونس، وهو أيضا صهر طبعا الرئيس زين العابدين بن علي. إحنا عايزين نتأكد من الأستاذة صوفيا همامي، وهي